في نوع من التعب مش بيبان على الوش، بس بينام معانا ويصحى معانا، اسمه ضغط المذاكرة. ولو انت دلوقتي قاعد قدام الكتب أو حتى هارب منها، الحلقة دي ليك. المذاكرة، الكلمة اللي ممكن تبان بريئة، بس لما تدخل في حياتنا بتبقى حرب. وحلقتنا النهاردة مش هتقولك ذاكر أكتر، ولا هتشجعك على إنك تلم المنهج في أسبوع. حلقتنا جاية تطبطب، جاية تقولك أنا حاسة بيك، لأن أنا كمان كنت هناك ولسه بمر بيه ساعات. عارفين الإحساس ده؟ لما تصحى من النوم وتحس إنك اتأخرت في كل حاجة، وإن الوقت بيجري وإنت واقف. الناس حواليك بيذاكروا كتير، وإنت مش قادر تفتح الكتاب. مش إنك مش عايز، لأ، إنت مش قادر. جسمك بيقاوم، دماغك بتسرح، وكل صفحة بتفتحها بتحس إنها بتلطشك. إنت مش فاهم؟ إزاي؟ مش دي نفس المعلومة اللي قريتها 3 مرات قبل كده؟ وبيبدأ الفيلم: أنا فاشل، أنا عمري ما هنجح، أنا مش قدها. تلاقي نفسك فجأة وسط بحر، والمذاكرة بقت وحش بيطاردك. الحلقة دي جاية تفكرنا بحاجة مهمة: إنك مش لوحدك، وإن الضغط النفسي اللي بيجي مع المذاكرة حقيقي، مش دراما ومش دلع ومش كسل. هو حاجة موجودة واتدرست واتسمت وليها أسباب. بس قبل ما نغوص في الأسباب، عايزاك تاخد نفس عميق معايا كده. حسيت؟ لأن أوقات كل اللي محتاجينه نفس. في الجزء الجاي هنتكلم عن ليه الضغط ده بيحصل، ليه كل ما تقرب الامتحانات بتحس إنك بتتغير، دماغك مش زي الأول، ومودك واقع، والتركيز في الأرض. هل ده كسل ولا في حاجة تانية؟ خليك معايا. خليني أبدأ من أول سؤال بيجي في دماغنا: ليه المذاكرة بتضغطنا أصلا؟ ليه اللي المفروض يكون وسيلة للنجاح بقى حمل على قلبنا وعقلنا وجسمنا كمان؟ تعالوا نفكر فيها بالعقل. انت مطالب تذاكر مادة أو 6 مواد، كل مادة فيها مئات الصفحات، وفي امتحان في الآخر. امتحان بيحدد مستقبلك، كأنك داخل تقرر مصيرك في ورقة. وده لوحده كفاية يخلي دماغك تشتغل اوفر تايم. الموضوع مش انك بتذاكر، الموضوع انك بتحارب خوفك، توقعات أهلك، مقارنة نفسك بصحابك، وصوت في دماغك بيقولك كل يوم: لو سقطت هتبقى فاشل، لو ما جبتش تقدير الكل هيشوفك أقل، لو نجحت كان المفروض تجيب أكتر. فالموضوع مش مجرد كتب، الموضوع إن في ضغط نفسي متراكم، بيتراكم من سنين، من وإحنا صغيرين. اتعلمنا إن النجاح في التعليم بيساوي النجاح في الحياة. فبقى عندنا اعتقاد جوه دماغنا إن الامتحان ده امتحان وجود، مش امتحان رياضيات ولا تاريخ. ده امتحان لأنا مين، وأنا مستقبلي هيروح فين. ولما يبقى ده الضغط، طبيعي جدا إن جسمك يبدأ يدورلك على مخرج. فيقوم يعمل إيه؟ يبوظلك التركيز، يخليك تهرب، تلاقي نفسك فجأة تتقلب في التيك توك بالساعات، أو بتعيد ترتيب الدولاب، أو بتنام 15 ساعة. الناس تقولك كسلان، بس الحقيقة انت مش كسلان، انت خايف. الخوف هو الجذر، الخوف من الفشل، الخوف من نظرة الناس، الخوف من خيبتك في نفسك. وكل ده متغطي بمذاكرة، بس الحقيقة دي مش مذاكرة، ده صراع داخلي. طيب، بعد ما عرفنا ان الضغط ده مش حاجة فينا غلط، وانه طبيعي ومفهوم ومنطقي، نعمل ايه؟ يعني هل في حاجة ممكن نعملها؟ هل الضغط ده ممكن يخف؟
هل ممكن المذاكرة تبقى حاجة مش مؤلمة قوي كده؟ أيوة، بس مش بالحيل التقليدية. مش هقولك اعمل جدول ولا كافئ نفسك بعد كل صفحة، لأنك غالبا جربت ده وما اشتغلش. أنا هقولك على 3 حاجات أبسط من كده بكتير، بس تأثيرهم على المدى البعيد قوي. أول حاجة، طبطب على نفسك. عارف يعني إيه؟ يعني بدل ما تزعق لنفسك، قول لنفسك أنا تعبان بس بحاول. بدل ما تقول أنا فاشل، قول أنا مضغوط ومحتاجة أتنفس. الكلام اللي بنقوله لنفسنا هو اللي بيحدد شكل دماغنا. لو فضلت تضغط على نفسك هتتهد، لكن لو قلت لنفسك كلمة حلوة، كلمة فهم، هتلاقي نفسك بتهدى شوية شوية. تاني حاجة، افصل بين أنا ونتيجتي. أنت مش درجتك، أنت مش الGPA بتاعك، أنت مش اليوم اللي ذاكرته كويس ولا اللي قضيته على السرير. أنت أكتر من كده بكتير. فلو سقطت، ده مش معناه إنك ساقط، ولو نجحت ده مش معناه إنك أفضل من الكل. أنت بني آدم، وعادي تتعب وتقوم وتغلط وتبدأ من أول وجديد. تالت حاجة، افتكر هدفك الحقيقي. ليه بتذاكر؟ عشان تحقق حلم؟ عشان تساعد أهلك؟ عشان نفسك في حياة أحسن؟ فكر نفسك بكده، بس ما تنساش إن الطريق للحلم مش لازم يكون مستقيم، مش لازم يكون سهل. المهم إنك ماشي، حتى لو خطوة صغيرة، حتى لو بالعافية. طيب إزاي الضغط النفسي ده بيأثر على جسمك ومزاجك ونومك؟ وإزاي كل ده بيحصل من غير ما تاخد بالك؟ أوقات بنفتكر إن الضغط النفسي بيأثر علينا في دماغنا بس، يعني نفكر كتير، نقلق، نسرح، نحبط. لكن الحقيقة الضغط ده جسماني جدا. اه والله، الجسم بيحس بس بطريقته. مثلا مرة كنت بتذاكر وحسيت معدتك وجعاك، أو فجأة صداع، أو بتنهج من أقل حاجة، أو نومك باظ، بقيت تنام بالنهار وتصحى بالليل، أو مش عارف تنام خالص، أو حتى قلبك بيدق بسرعة أول ما تمسك الكتاب. دي كلها مشاعر اتجمعت وما كانتش لاقية مخرج، فالجسم قال أنا هتصرف، وابتدى يصدرها في صورة أعراض. في حاجة اسمها psychosomatic symptoms، يعني أعراض جسمانية سببها نفسي. اه، دماغك ممكن تخليك تحس إنك تعبان، ممكن توصل إنك تروح تكشف عند دكتور. مفيش أي مرض عضوي، هو الضغط والتفكير والخوف اللي عمل كده فيك. وده طبيعي، أيوة، لكن لازم نكون واعيين. لو عرفت إنك تحت ضغط، هتبدأ تلاحظ العلامات بدري. هتعرف تقول أنا مش تعبان، أنا قلقان، أنا مش مريض، أنا محتاجة أرتاح، أنا مش فاشل، أنا محتاجة أطبطب على نفسي شوية. ومش بس الجسم، المود بيتأثر. تلاقي نفسك متعصب من أقل كلمة، بتعيط من لا حاجة، بتحس إنك تايه، مش عايز تكلم حد ولا تسمع صوت، أو فجأة تبقى عايز تحضن الدنيا كلها وتعيط في حضنها. ده اسمه emotional overload، يعني المشاعر زادت عن طاقتك وانت مش عارف تفرغها، فبتنفجر. وده كله بيحصل وانت بتقول أنا بس محتاجة أذاكر، بس الحقيقة انت محتاج تحب نفسك، تفهمها، تديها أمان، لأنك مش آلة بتجمع درجات. انت بني آدم، قلبه بيخاف ودماغه بتتعب وروحه بتحتاج طبطبة. كمان سلوكك بيتغير، تلاقي نفسك بقيت تأجل كل حاجة، تقوم تتخانق مع أهلك،
تحس إنك بتكره الدراسة كلها، ممكن حتى تفكر تسيب الكلية أو تخلي الدنيا تولع وخلاص. لكن خلي بالك، دي مش حقيقة مشاعرك، دي لحظة ضغط، لحظة واحدة لو عديتها هتشوف الصورة أوضح. واحنا مش جايين نقولك خليك قوي طول الوقت، احنا جايين نقولك خليك حقيقي مع نفسك. اعترف انك مضغوط، واحترم تعبك، وابدأ من أول وجديد كل مرة تقع فيها، لأنك مش لوحدك، كلنا هناك، كلنا بنعدي من نفس الطريق، بس كل واحد بطريقته. أنا عارفة إن المشوار مش سهل، إنه أوقات بيحسسك إنك غرقان لوحدك، والدنيا كلها ماشية وإنت واقف مكانك. بس خليني أقولك من قلبي، إنت مش لوحدك، وإنت مش ضعيف، والمذاكرة مهما كانت مرهقة مش المفروض تبقى سجن. إنت بتتعلم عشان تكبر، مش عشان تكسر نفسك. لو حسيت في يوم إنك مش قادر، اقعد، خد نفس، وافتكر إنك مش المفروض تكون مثالي، إنت بس بتعمل اللي تقدر عليه، ده كفاية جدا. الضغط النفسي مش علامة ضعف، ده إنذار إنك محتاج تهدى، تسمع قلبك، وتدي لنفسك شوية حب. مهما كانت النتيجة، انت أكتر من أي رقم على ورقة، انت شخص بيحاول، وبيكفي إنك بتحاول. دي كانت حلقتنا النهاردة من جولدين بودكاست. لو حسيت إن الحلقة دي لمستك، ابعتها لحد ممكن يكون محتاج يسمع الكلام ده دلوقتي. وخليك فاكر، ورا كل صفحة مفتوحة قلب بيحاول، وانت قلبك قوي، حتى لو مش حاسس بكده دلوقتي. أنا دهب، وبقولك من قلبي، خد بالك من نفسك لأنك تستاهل.